السلام عليكم، مساء الخير عليكم. توجور في الحصه تاعكم والسلسله المفضله تاعكم ساعفني. اليوم الموضوع تاعنا توجور مع الكوتش بشير الجزائري. مرحبا بك كوتش. مرحبا بك انيس خويا، كي راك؟ صافا لاباس؟ الحمد لله الحمد لله. مرحبا بكل المشاهدين الكرام. الله يسلمك كوتش. اليوم نعم راسلونا بزاف وبزاف ما شاء الله. قال لك يا كوتش شوفوا لنا هذا الحل. المشكله انه كاين ناس يعني يتعمق وحتى يمرض في مشكل تاع القيل والقال. المشكل تاع القيل والقال مش يعني غير الهضره غير هاك، انسان يحول هضره لفلان، قال فلان البارح والله غير في قاعده هضروا عليك وامور وكذا وكذا. كاين انسان ما يديهاش فيها، وكاين انسان اللي يتعمق فيها ويعيش بها حتى يمرض يتاثر به. وين المشكل كوتش؟ شوف انيس خويا، الموضوع هذا شويه يعني متعمق وكبير شويه وطويل، ولكن احنا نحاولوا اننا يعني نعطوا الزبده في هذا الوقت القصير في هذه الحصص. اكيد. لما تقصد والهضرات على الناس، يعني الانسان كيفاش يتاثر بكلام الناس، ولو انه كلام الناس لا بيقدم صح. هذا هو. فالجمله هذه او الاغنيه هذه يعني راهي في محلها، ولكن لازمنا نفهموها كيفاش نديروا، ما هي الحلول. كاين الانسان، انت مثلا انيس، لو كان انا قاعدين كيما هكا ويدخل شخص هنا علينا ويدير لنا جيست ماشي مليح باغ اكزومبل، اسكو قوه التاثير تاعنا تكون كيف؟ لا اكيد ما تكونش. ممكن انت تزعف وممكن انا ما نزعفش، وممكن انا نزعف وممكن انت ما تزعف، صح. تخيل انه رباوك انت والديك، رباوك من صغرك حتى لهذا العمر اللي راك فيه الان، ربي يبارك ويطول في العمر ان شاء الله. رباوك على اساس انه لما كان يجي واحد في كبرك وانت مازال ما خرجت كاع من داره، لما تخرج غادي يجي واحد ويدير لك جاست من هذا النوع اللي داره هذا السيد، ويقولوا لك باللي سوف تفتح لك كل ابواب الرزق. كيفاش راح تكون الرياكسيون تاعك، رد الفعل؟ اكيد تكون ايجابيه، مش غير ايجابيه، راح تفرح بها، طير بالفرحه كما نقول. تسمى معناها باللي انه ماشي السيد هو او الجاس هذاك اللي اثر عليك، معناتها باللي كاينه اون انفورماسيون من قبل راهي فيك هي اللي ديكلونشات، صح ولا لا؟ صح. تسمى على اساس واش تبرمجنا فقط. فالقيل والقال حنا رانا مبرمجين على انه فلان هضر فيا، فلان قال لي، فلان كذا، عايشين في الماضي، عايشين في الستريس تاع القديم، وعايشين في الباسي هذا، وعايشين في تأنيب الضمير، وعايشين في الهضره تاع الناس وكيفاش يهضروا في الناس. ولكن راح نقول لك كلمه، الناس من هذا النوع وللاسف الشديد راهم كثير راحوا يضروا انفسهم فقط. جوستومون كيفاش يضر نفسه، هذا هو اللي يحب يفهمه المشاهد. هو اللي يخسر فقط. نعطيك مثال بسيط وصرا لي انا شخصيا قبل لا ندخل في التدريب يعني بصفه رسميه. كنت ندير شويه دي بيبليكاسيون، منشورات في السوشيال ميديا يجوا فيها تعليق ايجابي. واحد النهار من النهارات جاني تعليق: انت انسان شخص فاشل، وانت حياتك ضنكه، وتحاول انك تعالج الناس وتسقم الناس وتاثر على الناس. فصدقني بالله انيس، راني عاقل يعني هذاك الجهاز اللي كنت نخدم به على بالك خبطته على الحيط ديريكت يعني في وعكه ديريكت. امنت السيد مليار بالمئة، وانت ما تعرفوش ولا ما نعرفوش مين باو، ربما حتى يكون لاش تاعو ربما 10 سنين ربما. هذا هو المشكل. هذا هو المشكل. بكل احتراماتي للناس اللي عندها 10 سنين على كل حال. شادرت جيت خارج من الدار زعفان في الطريق، وانا خارج تعيط لي الزوجه تاعي في التليفون: جيب معاك كذا وكذا وكذا، واحد القضيه نتاع دار. دخلت انا لهذاك المحل التجاري وبديت نقضي كذا اموره، وجيت خارج. في ذاك الوقت كان عندي المتابعين يا ربي شوف، على اقصى تقدير كان عندي يا ربي واحد 9 تاع الناس يتبعوني في قناتي على اليوتيوب. يعني نعرفهم، منهم العائله تاعي ومنهم ربما شخصين او 3 اللي ما نعرفهمش. جيت خارج انا من هذاك المحل التجاري، رافد هذاك الصاكه تاعي، يعيط لي واحد الشخص من بعيد: استاذ. انا مازال ما دخلتش للتدريب باش تعيط لي استاذ. شت فيه وبجيت رايحه، ما يوش عليا امبوسيبل. عاود لي: استاذ. قلت له: راك عليا؟ قال لي: هناني عليك. جا عندي سلم عليا: استاذ بارك الله فيك، شفت هذاك الفيديو، طلع لي المورال، يعني هرمونات السعاده عاود ترفعت. ترفع هذاك هرمون السعاده. وليت رايح للدار، بيني وبين المنزل تاعي بين هذاك المحل حوالي واحد ربما 400 متر هكا، نمشي على رجليا. ففي وسط الطريق
وكأنه حاجة هبطت عليا من السماء. شغل كيما نقولوا حنا تكاكيت بالعامية. تكاكيت قلت انا واش راني ندير. يا بشير، واحد دار لك كومونتير تعليق سلبي هودك وهبطك اسفل السافلين، واحد شكرك وقال لك فيديو تاعك ومضحك طلعني اعلى عليين. يعني واش انت يعني انت تمشي على حساب اقوال الناس اللي جاي الريح اللي جاي يديك كما نقولوا حنايا. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل اللي يعانوا منه الناس. فتماك فقط وكانه واحد ضربني بصبعه، تماك عرفت روحي باللي مانيش على طريق الصواب. فمن شكرك فانما يشكر لنفسه ولئن شكرتم لازيدنكم. صحيح بارك الله فيك تموتيفيني وكذا، ولكن ما راحش نبني الحياه تاعي على حساب الشكر تاعك. واذا دمك شخص ما فهو راه يظلم غير نفسه فقط. هذه لازمنا نفهموها. هذه هي القاعده الاساسيه. هذه هي القاعده الاساسيه. اذا الانسان عاش بهذا المنطلق او هذا المنطق ان صح التعبير او هذا المبدا، والله صدقني بالله كلام الناس لا بيقدم ولا ياخر. وكوتش برك قبل يعني ما نكملوا هذا العدد، في التعليقات ثاني تلاحظنا انه الجانب الكثير يعني النسبه المئويه الكثيره 81% هم نساء. بوكو بلوس يقول لك النساء يعني المراه بحث غادي دخلنا في متاهه هنا. لا معليش نتبعوا التعليقات. هما لي ستاتيستيك ولا يقولوا احصائيات. نمزح معك احصائيات. بون الرجال كاين هضره وزوج ولا، لكن نساء كثير. نساء يعني كاين حتى انه يجيبوا لها هضره شغل هويه على اساس هويه. يعني هضره فلانه تسمع تقول لك والله لا كنت شمتها، والله كان على بالي كنت حاسه. هذه كل كلمه شمتها وكنت حاسه هو عباره عن توقع. هدرناه في حصه من الحصص اللي فاتوا. حتى وان اسمح لي كوتش، حتى وان كان ربما الكلام هذاك ما يكزيستيش كاع، ما كاش منه. قادر ما يكونش ما كاش كاع. بغيت نسقسيك والله العظيم، احنا رانا الحصه تاعنا اليوم على حسب ما فهمت هو القيل والقال، صح؟ القيل والقال. فالانسان لما يبدا يدخل في القيل هذاك اللي سمعوه، واش راه يدير هنايا؟ راه يمد في ديزانفورماسيون تاع هذاك الموضوع في حد ذاته العقل الباطن. والعقل الباطن سيصدق هذا الكلام، فراح تصدق انت اوتوماتيكمون هذاك الموضوع، فيدخل فيك الشك، يدخل له الشك انك تكون دائما مع هذاك الموضوع، فتحسب روحك فعلا انك انت انسان فاشل، فتحسب روحك انك فعلا انت انسان غبي. الهضره اللي جابوها فيك. بارك الله فيك. واش هو الحل؟ راح نجيك لهذه. الحل هو انك تفتح الروبيني منها فقط. يعني حاجه تدخل من تخرج من فقط. هذا هو الحل. هذا هو الحل بسيط جدا. علاش يليق لي ناناليزي ونحلل هذا المشكل؟ يعني من خلاصه القول تاعك الكوتش نقولوا للناس يعني عيش على طبيعتك. عيش على طبيعتك فقط. ما كاش الانسان السعيد الا هذاك البارد القلب. هل انت اسعد من هذاك اللي بارد قلب؟ حنا الناس قاع يعايروه، قاع يسبوه، قاع يشتموه، عاود اختك منه هذاك بارد قلب. يا والله عايش خير منك، تقول الله في نفوسكم. على الاقل هاني. هاني بيان سور. عايش اللحظه تاعو فقط، ما يخمم لا في الماضي لا في المستقبل ولا هم يحزنون. عايش العيشه تاع طونك راني حي لاباس عليا يا خويا نبروفيتي نعيش فقط. هذا ما كان. علاش نحوس على فلان انه قال لي بغيت تنتقم منه؟ روح انتقم منه انت خاسر فقط. نار راهي فيك يا صاحبي، نار راهي فيك. بارك الله فيك كوتش، بارك الله فيك. وهذا سامحني كلامك هو الكبير ياتي عن طريق التسامح. يقولنا نترباو على عقليه التسامح. يتسامح. فهذاك اللي راه يدم فيك ولا راه يظلم فيك ولا ربي سبحانه في الكتاب يقول لك والعافين عن الناس. بيان سير. وشكون الغيظ وعافين عن الناس. كاظمين الغيظ والعافين عن الناس. سارعوا الى مغفره من ربكم. سارع الى روح اغفر صاحبي. واللي يغفر فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ ما هو الغفران اذا؟ كيفاش يغفر لك الله؟ استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل على السماء مدرارا ويرزقكم باموال. وراهم الاموال والبنين. وراهم وراهي السماء تدير عليك من السماء. وراها الخير هذا باسكو ما غفرتش. اذا غفرت لما تغفر ما تسامح. شكرا كوتش، بارك الله فيك. ان شاء الله نكونوا لبينا يعني طلبيه كل الناس وردنا على تعليقات ولو بنسبه ضئيله شويه. وبارك الله فيكم. نلقاكم دائما في عدد جديد اخر من السلسله تاع سعفني وسعفوا كوتش بشير بيان سور. بارك الله فيكم، صحفتكم، سلام.